المهم انا دابا جالس كنصور. صورت دابا واحد البروجي وباقي غنصور بزاف ديال لي بروجي. علاش بغيت نستغل هاد الفتره هادي اللي كاين فيها دابا كاس العرب ومن موراها غادي يبدا كاس افريقيا، ما يجي فيني سالي ونكون انا صورت دي بروجي. علاش ديما كيطرى ليا ديكالاج معاكم وكتكاو عليا، وهذه واحد الحاجه كتهرس الثقه ما بيني وبينكم. علاش كندير معكم واحد الساعه وواحد لاضات وانا ما كنحطش فيها؟ علاش؟ حيت كيكون عليا تراكمات، ولا مثلا ملي كنبغي نمونطي الفيلم بالزربه ونحطو كنكون يلاه ساليتو يومين ديال المونتاج ما كافياش، ما كاينش فيلم كيتمونطا في يومين. كنبريسي راسي ما كنعش 24 ساعه 48 ساعه 72 ساعه كاع باش نقدروا نخرجوا داك البروجي. كنلقاو راسنا ضروري درنا فيه شي غلط، يا في المونتاج يا في الكوبي رايت. المهم كتلقى روينه كاينه ديال بصح. داكشي علاش قلت شنو غندير، غنستغل الفرصه هذه وندير واحد ستوك ديال الافلام، واي دات غنحطها لكم غتفرجوا فيها في ذاك البروجي وتشوفوا كيفاش. السلام عليكم، صافا بخير، هانيين، صحه مزيانه، اموركم بخير. المهم باش ندخلوا في بزاف التفاصيل، باغي نقول لكم بزاف العيبات في هاد الستوري هذه، بزاف العيبات يعني اللي جايين في العام الجاي واللي غادي يعجبوا بزاف دراري منهم لاباج ديال الحكايه مصوره. لاباج ديال الحكايه مصوره هي هاد لاباج اللي مطاقي لكم هنايا، كنت درتها ولكن باقي ما بديتش فيها وباقي ما شرحتش شنو هو الكونسيبت اللي غادي يكون فيها. دابا غنوصل للدار وغندير لكم ستوريات، واللي ما ابونيش فيها مشيت ابونا فيها، حيت غادي ندير فيها بزاف اللعيبات اللي غادي يعجبوكم وغتستافدوا منهم نتوما. صافي ملي كنقولوا غتستافدوا منهم نتوما يعني كاينه شي حاجه اللي غتربحوها من هاد لاباج هادي ومن هاد الكونسيبت هذا وبالمجان. يلا صافا الاخوان، يلا تسناو نوصل للدار ونشرح لكم هادشي كامل. المهم نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. البلان اللي قلت لكم ديال الحكايه مصوره غادي يكون كالاتي. ان شاء الله ناوي ندير واحد لاباج، اصلا ديجا درتها اللي هي حكايه مصوره، درت باج انستغرام. الكونسيبت ان شاء الله اللي غنحط فيها هو ان غيكون فيها قصص ديال الناس، مثلا حكايه غتجي عندنا غتحكيها لينا وحنا غادي نصوروها معك. يعني غادي نصوروا ليستوار. دابا شحال من واحد كيقول لي اخويا بغيت نقول لك واحد القصه ديالي وبغيتك تصورها فيلم. حنا الطريقه اللي كنصوروا بها فيلم مختلفه على الطرق الاخرى اللي كتعرفوا، مي لقيت بانني علاش ما نجيبش هذوك الناس اللي باغيين يعاودوا القصص ديالهم، نتوما كتعاودوا القصص ديالكم وفي نفس الوقت كتشوفوهم فيلم. يعني غيكون بحال واحد الانترفيو صغير مع مول القصه، او ميم طون نتوما كتسمعوا القصه من عنده وكتفرجوا فيها. فعاود ما نصور القصه كامله، حيت اكثريه القصص اللي كيتحكاو لي كيكون كاين بيناتهم تشابه. حنا غنعزلوا المميز فيها ونعزلوا داك الانسان اللي فري هو عاش ديك القصه، وضروري خصو يكون يعني باغي يبان وهو كيعاود باش يعاود القصه ديالو. حتى اللي ما باغيش يبان نقدروا نضرقوا ليه وجهه وتعاود القصه ديالك وغيدوز انترفيو، و ميم طون غادي تصور له واحد الفيلم اللي غيكون مختصر للقصه ديالك كامله. صافي دابا غندوز معكم شنو هو الحوايج اللي قلت للناس انكم غتربحوهم من هاد لاباج اللي غدار جديده ان شاء الله وفابور. دابا غادي نشرحهم لكم في ستوري شي.